لو انت من الناس اللي بتحس بالجوع قوي في نهار رمضان وده بيخليك مش عارف تمارس حياتك عادي خلال ال 30 يوم بتوع رمضان، فالفيديو ده ليك، لان في الفيديو ده هنعرفك ازاي ما تجوعش في رمضان. فلو انت من الناس دي كمل الفيديو للاخر. شهر رمضان ليه اهميه كبيره عند المسلمين في الوطن العربي وفي العالم كله، لكن اغلب الناس بتعاني من صعوبه تحمل العطش والجوع اثناء الصيام، ده غير الاحساس بالتعب والارهاق بسبب عدم وجود طاقه كافيه علشان يتحرك ويقضوا مهامه اليوميه. فلازم تعرف ازاي تتجنب الشعور بالجوع والعطش اثناء رمضان، لانك طبعا مش هتقدر تمنع نفسك عن العمل اثناء شهر رمضان كله. فاول حاجه لازم تعملها وهي انك تكون مستعد نفسيا لصيام شهر رمضان، لان الموضوع كله بيعتمد على العزيمه بتاعتك. ولازم كمان انك تتجنب الشعور بالتوتر والقلق اثناء الصيام، لان التوتر بيفرز هرمون الكورتيزون المسؤول عن الشعور بالجوع والعطش. ولازم كمان تهتم بوجبه السحور جدا، وتهتم كمان بالاطعمه اللي بتحتوي بنسبه كبيره على الميه، وتهتم بالخضروات والفاكهه لانها بتحتوي على كميه كبيره من الميه، ودي هتخليك ما تحسش بالعطش لاطول فتره ممكنه. ولازم كمان تاخر وجبه السحور علشان ما تحسش بالجوع بسرعه، وتعتمد في السحور على الاطعمه الغنيه بالالياف زي الفول، لان ده بيديك طاقه لاطول فتره ممكنه. واهم حاجه لازم تبعد عن اي حاجه تحسسك بالجوع والعطش، يعني مش تيجي الصبح تقوم فاتح قنوات الطبخ وتقعد تتفرج عليها، ما اكيد لازم تحس بالجوع. واهم حاجه كمان انك ما تمارسش الرياضه اثناء الصيام، لان الطبيعي ان اللي بيلعب رياضه بيحتاج ياكل بعدها علشان يعوض الطاقه اللي بذلها، ودي تعتبر اهم الحاجات اللي هتخليك تحافظ على طاقتك في رمضان. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو، وبس كده، سلام.